حماتي خلتني قمت عملت لها المحمر والمشمر حصري والأول مرة على السوشيال ميديا. شيف وصاحبة محل لحوم مصنعة وحية وبتعمل عروض تفرح بيها الغلابة علشان ياكلوا بروتين ويبسطوا عيالهم. بتعشق الأكلات السريعة والحرشة وبتعمل المشمر والمحمر وبتحب حماتها وبترضيها وبتعمل لها وليمة وعزومات علشان تفرحها. حكاية مطبخ الشيف أسماء البرنس، الست الجدعة اللي 100 راجل، ازاي اتشهرت وايه علاقتها بالمشاهير، ومفاجآت وكواليس في حياتها نعرفها لأول مرة في الفيديو ده. ست 100 راجل وبتحب تعمل الخير وبتساعد ربات البيوت يعملوا أكلات اقتصادية، وبتبيع كيلو اللحمة ب150 جنيه في زمن بتتباع فيه ب400 جنيه. كلامنا هنا عن الست الأصيلة الشيف أسماء البرنس، واللي مفيش مناسبة إلا وبتطلع بكل بهجة وسعادة تفرح بيها المتابعين بأفكار اقتصادية وسريعة في نفس الوقت. أسماء البرنس قدرت في فترة قصيرة تثبت نفسها وتحقق نجاح كبير على السوشيال ميديا وسط حالة دعم وتشجيع كبير من المتابعين. فيديوهاتها بتجيب ملايين المشاهدات وبتعمل عروض بأرقام رمزية من محل اللحوم بتاعها، وشعارها الغلبان ياكل حتى لو هي بتخسر. أهم حاجة عندها تفرح الأسر البسيطة، وعلشان المدارس عملت عرض الكل اتجنن عليه وما صدقهوش، وهو ب150 جنيه كيلو اللحمة المفرومة، رغم انك لو رحت جبتها في محل تاني بتوصل ل 300 جنيه. وده غير انها عملت عروض ب250 جنيه، ودي لحوم مشكلة زي نص كيلو سجق، نص كيلو لحمة، نص كيلو لحم مفروم، ونص كيلو اي نوع نفسك فيه علشان تكمل العرض، رغم انك لو رحت مكان تاني واخدت دول كلهم هتدفع اكتر من 400 جنيه. ومن كتر ما هي واكله الجو والزباين عندها طوابير حاولوا يوقعوها، بس هي طلعت في فيديو قالت محدش يقدر يوقعني، انا بشتغل بما يرضي الله وربنا كريم. وقالت كمان ان في ناس بتحاول تسرب خلطاتها من قلب مطبخها، وفي اللي نزل فيديو من قلب المحل ونسب ليه شغلها، وهي ما قدرتش تتحمل كل ده وطلعت وفضفضت مع متابعينها وقالت ما تخلوش حد يهز ثقتكم فيا، وكل اللي اتقال كذب في كذب وده محلي انا. وفعلا الناس فضلوا يعلقوا ليها بكل حب ودعم، وان ربنا معاها وانهم بيحبوها وانها ست جدعه معاهم، ومحدش طلب منها عرض الا وعملته علشان تفرحهم. ومن هنا بقت تنزل وتعمل اعلانات من جوه المحل بتاعها علشان تثبت للكل انه بتاعها هي، وبقت تصور كمان وبتعمل السجق البلدي خطوه بخطوه وهي بتعمل اللحمه قدامهم. اسماء مش بس بتعتمد على انها تنزل وصفات وخلاص او تبيع في محل اللحوم بتاعها، لا ده في اي تجمع فيه الشيفات المشاهير بتجري علشان تاخد منهم خبره وفي نفس الوقت تتعلم منهم كل الجديد. وظهرت معاهم في مسابقه اتعملت بيدعموا فيها اصحاب المشاريع البيتي، وتصورت مع الشيف مروه الشافعي ومحمد حامد وصاحبه بيج فانيليا ومستيكا. اسماء مش بس بتعتمد على المحل بتاعها، ده كمان شيف وبتعمل اكلات واختراعات وافتكاسات بتقلب السوشيال ميديا. زي مثلا في فصل الشتاء طلعت وعملت لمتابعينها اختراع سميته الكيكه الشتويه، واللي كانت عباره عن مقادير الكيكه بس زودت صوص ابيض عباره عن لبن مكثف ولبن وكريمه لباني، وكان اختراع اخر حكايه. وعملت كمان كيك الميه بدون بيض ولا لبن ولا سمنه، يعني كيكه اقتصاديه بمعنى الكلمه، والسر في كده انها عباره عن كاكاو خام. وعلشان توفر لست البيت في الوقت عملت لها اسرع مكرونه بالجمبري بالصوص الابيض، وما اخدتش منها حرفيا 10 دقائق. والكل ست بيت اسعار النوتيلا وسبريد الشوكولاته بانواعها سواء المصري او المستورد غالي عليها، عملت لهم سبريد في البيت بخطوه واحده بس وما اخدتش منها وقت خالص. اسماء بتعشق حماتها وعملت لها وليمه محمر ومشمر واكلات حرشه واصناف من اللي قلبك يحبها علشان تراضيها وتسعدها، وعملت لها مكرونه بشاميل وفراخ محمره ومدخنه كمان، وعملت جلاش باصنافه. وفي اخر الفيديو هزرت وبتلوم حماتها وقالت ما قالتش ليا كلمه شكر حتى يرضيكوا يا حبايب قلبي. يا ترى انت او انت من متابعي الشيف اسماء ولا لا؟ وجربت عروضها من محل اللحمه بتاعها ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.